في علم النفس في نمط معروف اسمه متلازمة المرأة الخارقة. المرأة اللي شايفة إنها لازم تنجح في كل الأدوار، وفي نفس الوقت لازم تكون الموظفة الممتازة والأم المثالية والزوجة المنتبهة لكل التفاصيل والابنة البرة وصديقة متاحة على فكرة في كل وقت. ولما تأثر في أي دور من دول تحاكم نفسها بقسوة شديدة. والأصعب من كده إن الست دي غالباً ما تعلمتش تحط نفسها في الأول أصلاً، اتعلمت إن قيمتها في اللي بتقدمه، في إنها تشيل، تتحمل، تساعد، تسمع، ترضي الكل. فمع الوقت بقت تربط بين الراحة والذنب، وبين طلب المساعدة والضعف. لو طلبت حاجة من حد هبقى أنا ضعيفة، وكمان بين حب الناس ليها وحجم التضحيات اللي هي بتقدمها. عشان كده مجرد إنها ترتاح بتحس إنها مقصرة جدا. المشكلة إنك مع الوقت تدفعي تمن ده من جسمك ومن نفسك. قلق بقى مستمر، وإرهاق في الجسم، وصداع، توتر، إحساس دائم إنك مقصرة حتى وإنت بتعملي أكتر من طاقتك. وأحيانا توصلي لمرحلة غريبة تبقي منهكة فعلا، لكن أول ما تحاولي ترتاحي يرجع الذنب يطاردك ويجري وراكي إحساسه من جديد. ولو عايزة تعرفي الأسباب استنيني في الجزء الثاني. السلام عليكم.